والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ننسى بناية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها ظلم أن الله على كل شيء قدير. واعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعبدوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كأماني أولادوا برادكم إن كنتم صادقين. من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع الإسلام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وأخذون الكتاب كذلك الذين لا يعلمون بالقول ولا يكون بينهم يوم القيامة ما كانوا به يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسامي ولا من أولئك من كان كمن يضل إلا خائف في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب بين بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين فيقضي مثل قولهم إذا ماتوا وبين الآيات لقوم يؤمنون. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تتبع أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع شهوات الذي جاءك من غيرك من الله بولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تحيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إبراهيم رب على بلدنا منه وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتع وليا ثم أضرب إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه فلا عزيز بينها في الدنيا وإلا في الآخرة لمن الصالحين عظيم على ذنب رب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أمة قد خلق ما كسب لكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون قالوا كونوا هودا أو نصارى سجدوا قرب ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم ومن نصر من الله يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما قدم جهنم عنده من الله يوم